السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده في حبة أساسيات عايزين نأكد عليها شوية. أول حاجة، أنا عندي العلم بتاعنا اللي هو الكمبيوتر دوت أصلا جاي من الفعل بالإنجليش اسمه كمبيوت اللي هو يحسب. فالكمبيوتر أصلا أساسه الحسابيات، إن هو يقوم بالعمليات الحسابية بتاعت الأربعة اللي هو الجمع والطرح والقسمة والضرب. فالكمبيوتر بقى فيه حبة حاجات هو بيشتغل بيها اللي هي التناصرية والرقمية. ايه هو بقى التناصري؟ ايه هو بقى الانالوج؟ الانالوج دوت هي كميات تتغير بالتدريج وبشكل مستمر، وممكن ان انا اقيسها بدقة. تمام؟ قال لك الكميات ديت ممكن تتغير تدريجي، يعني ما تتغيرش مره واحده، لا هي بتقعد شويه عبال ما تتغير، وبتبقى بشكل مستمر. يعني لما بتتغير تدريجي وبشكل مستمر، واقدر ان انا اقيسها بدقه. زي ايه؟ والله زي الكتله، زي الوقت، زي درجه الحراره. تمام؟ البيانات دي كلها بقول عليها شكل تناصري، اللي هو البيانات التناصريه، الانالوج داتا. يبقى الانالوج داتا دي كميات بتتغير بانتظام بشكل مستمر. تمام؟ تدريجي اقدر اقيسها بدقه. الكتله اقدر اقيسها بدقه. تمام؟ الوقت اقدر اقيسه بدقه. درجه الحراره اقدر اقيسها بدقه. دي اسمها الانالوج داتا اهو. زي هنا ماشي الترمومتر عشان اقدر اقيس درجه الحراره بتاعتي. طب الرقمي بقى الديجيتال، قال لك الديجيتال دوت في كميات تتغير في خطوات محدده. يعني هنا لما بتتغير في خطوات معينه هي بتتغير فيها ومنفصله تماما، واقدر امثلها رقمي. يعني اقول لك والله 2 درجه مئويه، 3 درجه مئويه، 4 درجه مئويه، هكذا. تمام؟ دي بقول عليها البيانات الرقمي اللي هي الديجيتال داتا. طب هو انا بقى ممكن احول من تناصري لرقمي؟ في بقى عمليه اسمها التحويل من التناصري الى الرقمي. ديت عمليه تحويل البيانات التناصريه الى بيانات رقميه. يبقى لما اقول لك تحويل من تناصري لرقمي، انا هنا باخد البيانات التناصريه احولها لبيانات رقميه. طب لو قلت لك بقى العمليه الثالثه او الرابعه، التحويل من الرقمي الى التناصري، قال لك التحويل من الرقمي الى التناصري، انا هنا باخد البيانات الرقميه احولها عندي لبيانات تناصريه. تمام؟ يبقى والله لو انا اخدت البيانات التناصريه حولتها الرقمي، دي عمليه تحويل من التناصري الى الرقمي. تمام؟ كان عندي بيانات رقميه اخدتها وديتها ناحيه التناصريه، يبقى دي بيانات من الرقمي الى التناصري. تمام؟ ايه هي بقى اهميه البيانات الرقميه؟ او بمعنى اصح، هي ايه الاحسن، البيانات الرقميه اما البيانات التناصريه؟ قال لك والله البيانات الافضل هي البيانات الرقميه. ليه؟ قال لك اول حاجه يمكن تجميع البيانات او استنساخها بدون اهدار. يعني انت تقدر ان انت تجمع البيانات بسهوله. تمام؟ تقدر ان انت تعمل لها عمليه كوبي بسهوله. تاني حاجة، من السهل التعديل وتحليل البيانات. يعني انت بتقدر تعدل في البيانات براحتك، تحرر يعني تعمل لها تعديل، اللي هو الايديت والتحرير والتعديل هما الاتنين يعتبروا نفس المعنى. قال لك ومن ممكن نقل البيانات بكفاءة. لما تيجي تنقل البيانات تقدر ان انت تنقلها بطريقة سهلة جدا. وفي الاخر ممكن تدمج انواع مختلفة من وسائط التعبير. وسائط التعبير اللي هي الصور والفيديوهات والارقام والنصوص. يبقى انت ايه هي بقى مزايا البيانات الرقمية؟ تقدر تجمع البيانات، تقدر تعمل كوبي للبيانات، تقدر تعدل فيها، تنقل البيانات او تعمل دمج للبيانات بتاعتك. في بقى انظمة مهمة جدا اللي هو النظام الثنائي اللي هو الباينري. وخلي بالك النظام الثنائي اللي هو الباينري ده النظام اللي الكمبيوتر قايم بيه او الكمبيوتر بيفهمه، اللي هو الباينري كود. دي طريقة لتمثيل الارقام من خلال الصفر والواحد. يبقى انا الارقام او البيانات الديجيتال او الكمبيوتر عموما هو عنده الارقام، بيفهم الارقام الصفر واحد بس. وده اسمه الباينري سيستم اللي هو النظام الثنائي. ليه اسمه نظام ثنائي؟ هو نظام ثنائي عشان هو بيتكون من رقمين، الصفر والواحد. والنظام دوت موجود في جميع اجهزه الكمبيوتر، جميع انواع البيانات زي الارقام والاحرف والصوت والصور. تمام؟ يبقى انا عندي هنا انواع البيانات كالاتي. انواع البيانات عندي ارقام، عندي حروف، عندي صوت، عندي صور. تمام؟ الارقام والحروف والصوت والصور انا بمثلهم بانواع بيانات في اجهزه الكمبيوتر بتاعتي.
تمام. بقى طب انت دلوقتي بتقول لي ان البيانات ديت، تمام، اللي هي الصفر والواحد، هل ليها وحدات قياس؟ اه طبعا ليها وحدات قياس. مش احنا عندنا ان الكتله بقيسها بالكيلو جرام، وعندي ان الطول بقيسه بالمتر. انا برضو عندي ان البيانات ليها وحده قياس. اول واحده عندي اللي هو البت. ايه بقى البت دوت؟ قال لك البت ده اصغر وحده للمعلومات. يعني هي اصغر وحده ليها، يبقى انت اصغر وحده اللي هو البت. افتكرها بالجرام، احنا عندنا اصغر وحده للكتله هي البت. فاصغر وحده للمعلومات هي، قصدي اصغر وحده للكتله هو الجرام. فاصغر وحده للمعلومات هي البت. البت ديت ليها حالتين. الحالتين دول يا بتبقى يا الصفر الزيرو يا الوان. تمام، يبقى البت ليها حالتين، يا صفر يا وان. قال لك بقى فالبت الواحده ممكن تمثل حالتين بس. يبقى البت الواحده بتمثل حالتين. تمام، مش ما ينفعش تمثل اكتر من حالتين ولا اقل من حالتين. طب هو ليه حالتين؟ هما حالتين عشان هي صفر وواحد، فبالتالي هتبقى حالتين. تمام. يعني بقى قال لك والله يعني مثلا زي بيقول لك ايه، المفتاح، مش المفتاح دوت ممكن يبقى مفتوح ممكن يبقى مغلق. اه. طب هو الكهرباء ممكن يبقى عندي جهد مرتفع يبقى عندي جهد منخفض. اه. طب الاتجاه، ممكن اتجاه المغناطيسي يبقى انا عندي اتجاه شمالي وعندي اتجاه جنوبي. هو كده برضو بالظبط هي البت. بس البت عندي بالنسبه للكمبيوتر هي حاجتين، يا الكمبيوتر مفتوح يا الكمبيوتر مغلق، يا الجهد مرتفع يا جهد منخفض. طب انا بقى دلوقتي نفترض لو انا عندي اكتر من بتات. قال لك والله انت لو عندك 1 بت، يعني عندك بت واحده، فانت ليها احتمالين، يا صفر يا واحد. طب لو انت 2 بت، قال لك لو انت 2 بت ليك 4 حالات، يا 0 0 يا 0 1 يا 1 0 يا 1 1. تاني، يبقى انت لو 2 بتات يا 0 0 يا 1 0 يا 1 يا 0 1 يا 1 1. يعني بقى تاخد الاتنين اس 2. طب ليه 2 اس 2؟ 2 عشان انت قلت لي هنا 2 بت. طب ليه اس 2؟ اس 2 عشان هما رقمين، يبقى اس 2 عشان هما رقمين. ف2 اس 2 يديك 4. يبقى انت لو 2 بت يديك 4 احتمالات. اما لو انت 3 بت، 3 بت خلاص 2. ليه 2؟ عشان هما رقمين. تمام، 3 فوق اللي هو القص. تمام، التلاتة عشان هو قايل لك 3 بتات، يبقى ال3 بتات يتحطوا فوق في القص. وعندك هنا الاتنين، القاعدة بتاعتي ليه القاعدة بتاعت 2؟ عشان هما رقمين ثنائي. 2 اس 8 ب 8، 2 اس 3 ب 8 احتمالات. فانت عندك هنا الثلاث بتات يدولك 8 احتمالات، اللي هو 0 0 0 يا 0 0 1 يا 0 1 0 يا 0 1 1 يا 1 0 0 يا 1 0 1 يا 1 1 0 يا 1 1 1. بفضل ابتل في الارقام. تمام. طب انا ليه هنا خليتهم 3 خانات؟ عشان هو قال لي 3 بتات. طب ليه هنا خليتهم خانتين؟ عشان هو قال لي 2 بت. طب ليه هنا خليته خانه واحده؟ عشان قال لي 1 بت. فانا بفضل اشقلب في الصفر والواحد، افضل اشقلب في الصفر والواحد. تمام. قال لك بقى طب ايه هي بقى البايت؟ احنا قلنا الوحده الكبيره اللي هي البت، اما البايت هي الوحده، البت اللي هي الوحده الصغيره، البايت اللي هي الوحده الكبيره. قال لك دي وحده تتكون من 8 بتات. يبقى انت عندك هنا ان البايت الواحده بتساوي 8 بت. البايت الواحده بتساوي 8 بت، وبرمز لها بالرمز بي. فانت عندك هنا ان الواحد بايت بيساوي 8 بتات، ودي بتساوي 256 احتمال. يبقى الواحد بايت بتساوي 256 احتمال. طب انا جبت منين ال 256؟ سهله، 2 عشان هما رقمين، 8 عشان هي 8 بتات، 2 اس 8 ب 256 احتمال. عشان دي كده هي اعلى قيمه ليك، ما ينفعش تاخد اكتر من كده. يبقى الوحده الصغيره البت، اما الوحده الكبيره اللي هي البايت. في بقى حبه بقى حاجات. قال لك والله الواحد كيلو بايت بيساوي 1024 بايت. تمام، والواحد ميجا بايت بيساوي 1024 جيجا بايت، والواحد جيجا بايت تمام بتساوي 1024 ميجا بايت، والواحد تيرا بايت بيساوي 1024 جيجا بايت. فانت عندك هنا ان كل بايت بتتغير كل 1024 مرة، يعني بتتغير كل 1024 مرة ليا. أنظمة العد ليها أنواع.
أنظمة العد ليها أنواع. أول نظام عندي اللي هو النظام العشري الديسيمال سيستم دوت أرقام بمثلها باستخدام 10 أرقام، وديت الأرقام اللي إحنا بنستخدموها، يعني ده النظام اللي إحنا بنستخدموه النظام العشري اللي هو بيبقى من 0 ل9 ماشي، اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. يبقى النظام العشري ده طريقة أنا بستخدم فيها الأرقام من 0 إلى 9 تمام. فمن 0 ل9 10 أرقام، فعشان كده اسمه نظام عشري تمام. أما النظام الباينري اللي هو النظام الثنائي ده النظام بتاع الكمبيوتر، ده نظام عد يستخدم فيه رقمين بس اللي هو الصفر والواحد، واللي عمله كان عالم إنجليزي اسمه جورج بول تمام. قال لك دلوقتي انت عشان تحول من الثنائي للعشري اضرب كل رقم ثنائي في 2 مرفوع لقوة أس، موقعه بيبقى من 0 من يمين ثم 2 أس 1 ثم 2 أس 2 ثم 2 أس 3. يعني قال لك دلوقتي انت عندك هنا الرقم دوت اللي هو 1 0 1 1 1. قال لك هتعمل ايه؟ قال لك خد الواحد الاولانيه اضربها في 2 اس 0 زائد خد الواحد الثانيه اضربها في 2 اس 1، بعد كده خد الواحد الثالثه ديت اضربها قصدي اجمعها في 1 اس 2 اس 2، بعد كده خد الزيرو دوت تمام اجمعه في 2 اس 3، بعد كده خد الواحد الاخيره اضربها في 2 اس 4، هيطلع معاك ب 23. يبقى ده النظام بتاع العدد العشري. يبقى انت هتعمل ايه؟ خد الواحد اللي هنا الاولانيه اضربها في 2 اس 0، خد الواحد الثانيه اضربها في 2 اس 1، خد الرقم الواحد الثالثه واضربها في 2 اس 2، خد الصفر اضربه في 2 اس 3، خد الواحد دوت اضربه في 2 اس 4، خد كل دوت على الآلة يطلع لك في الاخر 23 تمام. طب هنا لو انا عايز بقى اخد النظام العشري دوت احوله لثنائي ازاي؟ قال لك مثلا دلوقتي لو عندي هنا 6، خد الستة ديت اضربها على اقسمها على الاثنين اهو، 6 على الاثنين هيساوي كام؟ هيساوي 3 تمام. مش الستة على الاثنين اديتي 3، طب هي 2 في 3 بكام؟ ب6. هل كده انت عندك بواقي؟ ما عنديش بواقي، يبقى انا الباقي عندي بصفر تمام. خد بقى التلاتة ديت، التلاتة على الاثنين هيتبقى كام؟ هيتبقى 1. ما هو بص مش 3 على الاثنين ماشي، التلاتة ديت فيها كام 2؟ فيها واحدة 2 بس، والواحد ده يعتبر باقي، فخد بقى الواحد دوت اضربه على الاثنين هيساوي 0 ماشي، والباقي بالنسبة هيساوي 1. يبقى انت عندك ان الستة ديت هتساوي الواحد الصفر الاولاني اللي هو الباقي الاولاني تمام، وعندك الواحد اللي هو الباقي التاني، والواحد اللي هو الباقي التالت، ده كده اللي هو الايه الرقم العشري بتاعي.